بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي المشتركين في القناة والمتابعين، واللي أول مرة يشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة. إن شاء الله النهاردة الجمعة. طبعا آسف على الجمعتين اللي فاتوا، ما كانش بيحصل نصيب في التصوير. كنت بنزل الحمد لله، بس كانت في مشاكل في موضوع التصوير معايا. بس ان شاء الله يا رب تكون النهارده اتعدلت او اتحسنت، وان شاء الله النهارده مع ابو حبيبه نقدر نجيب لكم افضل تقارير السوق ان شاء الله. وان شاء الله النهارده يعني على قد ما هو السوق هادي في اللم، على قد ما في بعض التجار بتحاول توقع السوق. بس عايز اقول لكم ان في لم، يعني مش الدنيا باظت قوي، لا. بعض الناس بتظن ان مفيش تجار يبقى مفيش لم، او مفيش تجار يبقى مفيش سوق. لا، ادخل جوه السوق وابحث على بعض الناس، تعالى على قهوه سكر، شوف بعض التجار وبعض الهواة تبقى قاعده. يعني ان شاء الله في لم والدنيا كويسه والدنيا متظبطه، وفي لم وفي بيع وفي شراء ان شاء الله. فمع ابو حبيبه نعرف افضل تقارير السوق. خليك معانا ما تروحش بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى على الحبيب قلبك يطيب. مع قناة حبيبي واخويا الاستاذ رضا السني. بنحييكم من قلب السوق. النهارده طبعا درجة الحرارة عالية جدا، فنصيحة لوجه الله تعالى، انا اهو هبدأ احط منهم للطير بتاعي. هنقول ده ايه؟ العصير البرتقال ده ايه؟ وايه فايدته؟ ده خاص عشان الاجهاد الحراري. يعني ايه اجهاد حراري؟ هنقول الاجهاد الحراري يعني ايه؟ اولا العصفور ما عندوش غدد عرقيه، يعني بمعنى ما بيعرقش زي البني ادم، مسام جلده ما بيطلعش العرق، فالحراره بتتحبس داخل جسمه، بتاثر على الكبد والكلى والقلب كمان. فالعصفور هتلاقيه واقف في درجه الحراره دي، هتلاقيه واقف بينهج مش قادر ياخد نفس. احنا بنعوضه بنلطف له جسمه من الداخل بعباره عن عصير برتقال. عصير البرتقال ده عباره عن ايه؟ اكياس اسمها املاح هيدروسيل، اللي هو محلول عادي الجفاف بتاع زمان. ادي العلبه بتاعته اهي. وفي تاسيد، ده فيتامين سي، ده دواء بشري. بناخد كيس وقرص على اللتر ميه وبنسقي منه الطيور زي ما انتم شايفين كده. احنا اهو بنبدا بفضل ربنا. ادي انس المسائي. افتح طيب، افتح يا بابا. كل الطير يشرب منه، صغير كبير جميع الانواع. 1250. طبعا العصفور هتلاقيه واقف مستريح ما بينهكش. طبعا فترة الحر دي بيحصل امراض كتير، منها اللي هو الاجهاد الحراري، منها امراض الدمعه. ما ينفعش تبقى مشتري عصفور من السوق في درجه حراره واول ما تخش تديله ميه. سيبه يستريح الاول ياخد نفسه وتبدا تديله الميه بتاعته. دي معلومه مهمه، الناس بتبقى جايه من سفر واول ما يجي السوق يشرب العصير. طبعا غلط. العصفور وفي ناس بترش، رش الميه على العصفور ده خطر جدا. حط له طاجن استحمام، هو يستحمى بنفسه احسن ما ترشه. من الرش ده يجيب له التهاب رئوي على طول. لا ما عنديش نقل. فطبعا الطير لازم ياخد حقه في كل حاجه. اتعامل معاه زي كانك بني ادم. ما ينفعش بني ادم جاي من درجه حراره ويجي يشرب ميه ساقعه جامد على طول، هتعمل له التهاب في زوره طبعا النهارده زي ما قلنا كده درجه حراره عاليه. اللم في السوق مفيش لم الا غير قليل، وبداوا يلموا نصاص جلايزه. معلش انا حبايبي بنسقي الطير. طبعا الطير ايه من امبارح ما شربش. يلا يا ناس شط ميه تاني، ميه.
بص، هو في عصافير كمان ظهرت النهارده، كانت في حاجات بقالها فتره اختفت من السوق، والحمد لله وبفضل الله ربنا كرم وجبنا منها شويه حاجات حلوه. فتره مش موجوده خالص يعني بحضرتك. بص، كانت منتشره الاول، هو حاجه اسمها بنجانيز شبيه للزبره، ده كان هجين، مش هجين، حاضين بنحضن تحتيه الجولدن فينش. عصفور لذيذ وفرخه سهل جدا واسهل من الزبره وانتاجه سريع جدا. العصفور ده اختفى مره واحده واسعاره كانت عاليه، نزلت وبعد كده طلعت تاني ومش موجود. بفضل الله ربنا كرمنا، جبنا حوالي 4 كجواز من العشوش القديمه. بسم الله ما شاء الله. ده اسمه بنجانيز عصفور. هطلع كده منه حاجه نوريها للمتابعين. طبعا هو في منه الوان كتيره، احنا اللي معانا منه نوعين، نوع غامق اللي هو الحبشي، والنوع الفون، ده الفون او المصبع. عصفور لذيذ وانتاجه سريع جدا. ده اسمه بنجانيز. في ناس كتيره ما بتعرفش منه ان هو ذكر وانتايه، بفضل الله اللي هيجي يشتري هوري له ايه الذكر وايه النتايه، دي حاجتي انا وانا عارف، وهي معلومه كده سهله واي مبتدئ هيعرف يفرخهم. عصفور لذيذ انتاجه سريع، بيبيض من 5 ل 6 بيضات، ماشي، انتاجه احسن من الزبره. هو كان يعني هو نزل سعره جامد، بعد كده راح طلع. النهارده الجواز بتبدا من 400 ل 450. بنجانيز معانا بفضل ربنا برضو قوات التدريب والتاكيل اليدوي. حاجات كويكر هاديه جدا، لعب، تاكيل يدوي، حاجات كده تحف، ماشي، اللي عاوز حاجه. معانا انجليزي. طبعا الفرق واضح بين الانجليزي والانصاص، بس المشكله ان دول ذكور، انا بدور على ناس مش لاقي، كنت طالب عروسه ليهم مش ملاقيش. الجواز الكبيره والحاجات الكبيره شغاله وصلت ل 5000 جنيه منه. بسم الله ما شاء الله. 3 ذكور فيهم، اللي هياخد ذكور منها يبدا من 1500 ل 2000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. حاجات بسم الله ما شاء الله. في حاجات بقى انصاص، جزء بيبدا من 600 700 800 اعلى حاجه، وفي زغاليل ب 300 جنيه. زغاليل دي زغاليل انصاص. طبعا الزغلول الانصاص ما بيبانش ولا حجم ولا تكشيره ولا الحاجات دي غير لما بيقلش ويغير ريش. ده زغلول عادي ولا فالو؟ لا ده زغلول باندد رمادي، ماشي. دي زغلول انصاص انجليزي، الجزء 300 جنيه. في تركيبات وقوس الرحمن، حته بتبدا من 150 جنيه، 200 250 اعلى حاجه واعلى حته. بسم الله ما شاء الله على الوالد. فلل، تركيبات شكر برصاصي، بناضد رمادي، ماشي، شبابات صغيره، حته تبدا من 200 ل 250. بلاك وينج، شوشه وميني كورك، حته 350. البادج بيبدا من 200 220 250 اعلى حاجه في الحاجات العين الحمراء واللافنجات. الكناريات، مجموعه كناريات بفضل ربنا، شبابات، اول تغريد واول شغل. كده موسم الكناريات يا رضا خلص. موسم خلص. ما دام دخل شهر 5 بنوقف كناريات شغل، عشان بيجي فتره قلش وتغيير ريش، ماشي، وجهاد بقى وحراره، وتلاقي العصفور بدا يبهدل نفسه وهو كده، فما بيشتغلش غير في الشتاء. بنبدا من شهر 10 نبدا ننقي ونعمل عشوش من اول وجديد. دي شبابات، الجزء ب 650 جنيه، وفي عرض برضو اللي عاوز هيجي يبقى في خصم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مجموعه جرينات بفضل الله بجميع انواعها، تبدا من 5000 لغايه 10000 جنيه لو انت عاوز كمان. وبالمناسبه كان في النهارده اخوه عزاز علينا بيلموا النورمال واليولو سايد، ماشي، وكانوا بيلموا الحته ب 2000 جنيه، شبابات صغيره. الجرينات. بسم الله ما شاء الله. عصفور طبعا لذيذ والوانه كتير، ده اليولو سايد، ده البينابل بانواعه.
بسم الله ما شاء الله. معانا هنا برضو الريدرام، جوز بيبدا من 2200 5000 ماشي. وفي كويكر برضو زي برضو الزغاليل زي الحاجات اللي احنا طلعناها. ده كويكر. ده كويكر بعد الناس بتتلخبط فيه ومع الريدرام ومع الدور. لا ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه. بعد الناس بتتلخبط فيه. ده اسمه البغبغاء الراهب. ده عامله كام؟ ده قص سان كينيور بغبغاء الشمس اللي تلاقي فيها اظافر ناقصه، عامل 11000 بعد الخصم بعد الاظافر. في قص سنغالي عامل 5000 عامل 4.5. ده البغبغان السنغالي. السنغالي معانا مجموعة يمام ماسي، الجزء بيبدأ من 800 ل 700. وفي مجموعة بلابل هنا بايتة، الله أكبر. ده بلابل مصرية، ناس بتربيها، هي عاوزة مكان واسع طبعا. بلابل المصرية؟ الجزء ب 300 جنيه. ده ايه وظيفته ده؟ بيطلع صوت جميل جدا، وبياكل فاكهة مش مكلف، بلح برتقال جوافة موز، بياكل اي حاجة، اي فاكهه. وبياكل بعض الديدان اللي هي الميلي ورم والسوبر ورم. معانا برضو الكوكتيل اللاتيني. اخبار الكوكتيل بقى النهارده عامل معانا ايه النهارده؟ هو ما فيش كوكتيل حلو في السوق بجد، بس هو يعني النهارده ما فيش لمه على الكوكتيل، ما فيش لمه على الكوكتيل النهارده. بس الجوز بيبدا من 2250 و 2300 وفي 600 وفي 700 على حسب الالوان وحسب الحجم، حسب صحة العصير. طبعا. معانا قص ذره ذكر بدايه تطويع وانثى كبيره عاملين 3.5 النهارده. دي بس ده ذكر ولا انتهى؟ شايفين كده بسم الله ما شاء الله، حاجات توب بفضل الله ب 1250. والحبشي ب 650 لو حته فون. المستريات النهارده عامله ايه؟ بتبدا من 180 جنيه على حسب الوانها. المستريات النهارده بتبدا 180. 180. الفيشر او اللاف فيرد 650. والبلاين اورنج 2750. اورنج كام النهارده؟ 2750 هو وصل ل 3000. انا سمعت برضه 3000. ماشي. في بقى بفضل الله هنا كوكو بص كوكتا بص اللهم بارك. ومعانا الزبره، مجموعه الزبره بتاعتنا ب 350 جنيه والاب اورنج ب 750 يعني. وان شاء الله معانا تشكيله حلوه وخير ان شاء الله، واي حد يجي ليه خصم وتحت امركم في اي حاجه وفي اي اخبار السوق بقى النهارده، لان بعض الناس عماله تسال جو حر، هو في وقوع جاي في؟ مش وقوع، هي فتره الحر وفتره الصيف الدنيا بتريح، لكن مش نزول اسعار الاكل فالاسعار. والله بص احنا الاكل نزل بس ما نزلش برضه بالاسعار اللي احنا كنا متخيلينها. احنا كنا بنجيب يعني نزل بكام؟ 8 جنيه يا باشا النهارده 20 جنيه ولا 72 و 73 الفرس النهارده. ماشي، بس ما تزعلش مني برضه الاكل مكلف، الاكل غالي برضه. ربنا يكرم ان شاء الله ويحسن سوقنا ان شاء الله وسوق الناس جميعا يا رب. خير ان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع اخويا وحبيبي الاستاذ رضا السنجي.